السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. اهلا بكم في قناتي. لو اول مرة بتشوفيني، انا قناة وصفة واكلة مع عزة. يلا نعمل كده السردين المخلل مع بعض. انا جبت ده كيلو من السردين الموزة مش البلدي، اللي هو بيبقى كبير شوية كده، بيبقى ملحم في لحم كتير. انا جبت السردين وغسلته كويس، غسلته مكان الايدين بس، مكان الموازين وكده، مكان ما بنوزن. غسلته كويس وهبدأ انشفه بقى كويس جدا من اي كده مية فيه. هسيبه في المصفى دي حوالي من نص ساعة كده لساعة لحد ما ينزل كل المية اللي فيه. اهو السردين بتاعي بالحجم ده موجود معايا، شايفينه؟ اللهم ما شاء الله، اللهم بارك. عينيه بتلمع ازاي وصابح وكويس وحلو جدا. يلا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا جبت كده الطبق اللي انا هعمل فيه. لو عندك برطمان بيبقى حلو جدا. ومعايا الملح، هعمله بملح بس النهارده، مش هحتاج اكتر من كده. جبت الطبق كده وهنزل بكمية ملح كده تحت. انا مش هحط عليه كركم ولا احط عليه حاجة تانية، هو مش فسيخ عشان احط عليه حاجات، هو السردين الملح والزيت بس، مش اكتر من كده. هحط كمية ملح محترمة كده، ولو عندك ملح كمان من اللي هو الملح الحبيبات ده بيبقى احسن من ده كمان. وهنبدأ ننزل بالسردين بتاعنا كده، واحدة يمين واحدة شمال، خلف خلاف، عشان السردين يشرب من الملح كويس ويتملح كله، يبقى كله شارب من الملح. بنحط حوالي 200 جرام من الملح على كل طبقة، كل طبقة كده بحط حوالي 200 جرام من الملح. احط واحدة الناحية دي واحدة الناحية دي، وانزل بطبقة من الملح. انا عملته في البيت، بيبقى حلو جدا، بيبقى نضيف ومضمون في البيت يعني. خلاص كده هبدأ بقى اكمل كل الكمية الموجودة معايا بنفس الطريقة. هنزل بسمكة يمين وسمكة شمال، وانزل بكمية ملح محترمة كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. انا معايا ده حوالي كيلو بس من السردين، مش اكتر من كده، لاحتياجات البيت بس مش اكتر. طبعا بقى انت لو هتعملي بقى هتبيعي بره وكده، بتعملي كمية كبيرة وبتعمليها بنفس الطريقة وتسيبيه مدة لا تقل عن مثلا 10 ايام، 10 ايام بالظبط في الجو اللي احنا فيه ده. هيبقى حلو معاكي يعني، وهيديكي نتيجة حلوة في الاخر. نزلت بقى بكل كمية السردين كده وكمية الملح اللي معايا. بخلص الكمية كلها الاول كده. فاضل طبقة كده كمان هحطها معايا كمان، وانزل كمان بكمية ملح محترمة كده كمان. وبعدين هو كمان بينزل مية كتير وبينزل ملح، فكله بيساوي بعض وبيبقى حلو خالص في الاخر. انا خلصت الكميه بقى، هنزل عليها بنص كوبايه من الزيت. نزلت كده عليها بنص كوبايه من الزيت، وبعدين هقفل الكيس بتاعي ده كويس جدا، قص نضيف ما يكونش فيه اي ميه ولا فيه اي حاجه. هنقفله كويس وهنحطه في مكان لا هو حر ولا هو بارد يعني. يعني في اي مكان بعيد عن البوتاجاز وبعيد عن التلاجة والحتت دي، يكون مكان حلو يعني جيد التهوية. وهقفله كويس، والسردين بتاعنا هيقعد من 10 ل 12 يوم. وبعدين تفتحي عليه بألف هنا وشفا على قلبك. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ويا ريت بقى لو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منه كل جديد. احنا وصفاتنا كلها سهلة وبسيطة، وربنا يحسن يا رب ما بين ايديكم، واشوفكم على خير مع وصفة واكلة جديدة، والسلام عليكم.